حول ولا قوه الا بالله. عملت ايه في بندق يا اهلي؟ كان يا سليم. جماعه انا عايز اقول حاجه مهمه قوي وكل واحد يركز معايا. مبروك 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 علينا لا حول ولا قوه الا وعلينا. بالله. مبروك 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 يا ناسنا واهالينا. هو ده بندق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده بندق الكابتن التاريخي لنادي الزمالك؟ الزملكاوي القائد الاكثر تتويجا بالبطولات في نادي الزمالك؟ ايه اللي حصل له؟ بالمناسبه الفيديو ده نزل بعد قرار لجنه التظلمات النهائي، واللي ايد قرار اعتماد فوز نادي الزمالك على النادي الاهلي وخصم 3 نقاط فقط. لا حول ولا قوه الا بالله. كان عاقل بندق، كان عاقل بشكل كبير جدا، وخلص مسيرته الكرويه ودخل على مسيره تمثيليه فنيه. كان له ادوار فنيه، دخل مجال التمثيل وبعد كده مجال الاعلام، وكان عاقل. ايه اللي حصل فجاه؟ انا ما اعرفش. انا عايز اهو اقول حاجه مهمه لقيناه بيقول كلام مش مفهوم، بيحتفل مع النادي الاهلي رغم زملكاويته. مبروك علينا وعليكم وعليكم وعلينا. وجماهير النادي الاهلي حاليا في حاله استياء كبيره جدا، مجلس اداره النادي الاهلي وكذلك لجنه التظلمات، لانهم هم اللي وصلوا بندق لهذه المرحله الماساويه. مش قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي هو البابا ولا ينتصر في النهايه على كل هذا الفساد؟ ما سمعتش كلامي، لا بندق سمع كلامي ولا جمهور نادي الزمالك سمع كلامي. قلت لك النادي الاهلي بيحكم باحكام بشكل قانوني جدا، بدون بلطجه، بدون استعراض عضلات. النادي الاهلي بالفعل كان موافق على اقامه مباراه القمه بتحكيم اجنبي، ولما التحكيم السعودي وصل نادي الزمالك قال لك لا، لان نادي الزمالك كنا عارفين كان واخد تعليمات من مين، ومش تعليمات بس، كلكم فاهمين، مش عايز اوضح اكتر من كده. وبعيدا عن الزملكاوي الكابتن خالد الغندور، هناك حاله بكاء بشكل كبير جدا حاليا في 100 عقبه، وكذلك في استاد الدفاع الجوي نصبوا السوان، اداره بيراميدز نصبوا السوان، مجلس اداره نادي الزمالك بجماهيره نصبوا السوان، ورافعين شعار احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، هنصعد لمحكمه العدل الدوليه تحت شعار اكبر قلعه رياضيه في مصر. مهما تبكي، مهما تصيح، مشكله داخليه، محكمه العدل الدوليه مش هتديك حاجه، مش هتنصفك لانك مش على حق. قلت لك انت طول عمرك تعيش الوهم، سواء انت او بيراميدز. النادي الاهلي مش هياخد بطوله الدوري، لا، النادي الاهلي هيفوز ببطوله الدوري، يكسب المباراتين القادمتين سواء امام البنك الاهلي غدا او امام فاركو في المباراه الاخيره، او حتى يتعادل ويكسب المباراه الاخيره. المهم النادي الاهلي محتاج 4 نقاط فقط لتتويج بطوله الدوري المصري. اصبح الفارق ما بينه وما بين بيراميدز نقطتين 2 فقط. ما بينك انت كده خلاص اترمي في الكونفدراليه كالعاده، انت كده اتعودت على الكونفدراليه فقط كزمالك. بيراميدز خد مكانك خلاص. مجلس اداره نادي الزمالك اللي موجود في التوقيت الحالي سواء بقياده الكابتن حسين لبيب وعضو لجنه التخطيط بقياده المحنك والعبقري ميدو، مش بس هيجنن جماهير نادي الزمالك، ده هيجنن لاعيبه نادي الزمالك القدامى والمعتزلين، وابرزهم الكابتن خالد الغندور اللي ما تعرفش بيحتفل مع النادي الاهلي ليه اصلا. يعني هل غير انتمائه؟ مبروك 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 لا حول ولا قوه الا بالله. علينا. مبروك مبروك كان سليم، مبروك كان عاقل. يا ناسنا واهالينا. ما تنسوش تدعوا لبندق في صلاه الجمعه، ما تنسوش تدعوا له. كان سليم وعاقل بشكل كبير جدا، فجاه بيحتفل مع انه زملكاوي، ما اعرفش ليه بيحتفل معانا، وكمان بيبارك لنا بدون اي اسباب حقيقيه واضحه. وحاليا النادي الاهلي اصدر بيان بيدرس حيثيات قرارات لجنه التظلمات. مش انت كنادي زمالك دخلت مباراه بيراميدز باستهتار كبير جدا، بلا هويه، بلا شخصيه، محيط تاريخك والشعار اللي انت مرتديه كلاعب في نادي الزمالك. كلام هنا مش لعواد فقط، لاعيبه نادي الزمالك كلها، ومجلس ادارتها بالمدير الفني المحترم امن رمادي اللي ما كانش عاجبه الوضع اللي كان ظاهر بيه لاعيبه نادي الزمالك. انت متخيل معايا بيراميدز ما عملش هجمه واحده امام نادي الزمالك؟ انت مدرك؟ هل هم كانوا متفقين على هدف واحد وخلاص؟ انت مدرك دي طريقه لعب بيراميدز؟ بيراميدز كان بيخش ويستحوذ ويضغط ويسجل وضربات ركنيه وفاولات واهداف ضايعه. احنا ما شفناش بيراميدز. نادي الزمالك كان بيعمل ايه؟ الفرصه اللي كانت بيجي له كان بيديرها بكل غرابه. تسديد، في فرصه للتسديد بتسدد في السماء، مصطفى شلبي يشهد، وفي النهايه انت الخسران وبيراميدز الكسبان. النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا، هيفوز ببطوله الدوري، انت فين؟ بيراميدز هيشارك في دوري ابطال افريقيا وخد مكانك، كنت انت القطب الثاني، كنت انت الوصيف دائما، كنت انت منافس النادي الاهلي. حاليا انت فين؟ انت مش موجود، انت مش موجود لانك انت مغفل، لانك انت عبيط. وحصاد ذلك ده كان حال بندق وصل لمرحله مأساويه كبيره جدا بسبب مجلس الاداره اللي موجود واللي بيدير نادي الزمالك حاليا. طب ذنب الراجل ده في رقبه مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله.